السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة أكلات بلدنا. معاكم ياسين. هنعمل النهاردة أكلة بسيطة جدا وإن شاء الله هتبقى خفيفة عليكم، وأي عروسة ممكن تعملها في وقت يعني قصير. معانا إيه النهاردة؟ معانا نص كيلو من اللحمة، معانا ربع كيلو لوبيا طبعا عشان إحنا أسرة يعني كبيرة شوية، معايا نص كيلو من الرز، معايا ربع كيلو من الشعرية. ماشي. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنحط دلوقتي اللوبيا دي على النار تستوي. نحط كده ميه من الحنفيه وهنحط فيها اللوبيا تتسلق عادي. ماشي. اهي هتتسلق. هنولع عليها تتسلق. ماشي عادي. وهي بتتسلق كده هنحط اللحمه على النار ايه تتسلق برضه. كله هيتسلق هيتسلق في سليق. ماشي. هنعمل كل حاجه واحنا واقفين، مش هنقف على حاجه عامه. هنولع برضه النار كده. ماشي اهوت. نحطها على النار. هنحط بقى مع ميه اللحمه دي ايه؟ هنحط معاها طماطم. هنغسل طماطمايه، انا بحب احط فيها طماطم. ماشي. وحته من البصل عشان البصل غالي زي ما انتم عارفين. هنحط حته كده من البصل. ماشي اهوت. وهنحط معاه ايه بقى؟ انا معايا هنا قرفه خشب، معايا هنا اللهم صل على النبي حبهان، معايا كمان كبابة صيني وقرنفل. الحاجات دي كلها منكهات يا جماعه، بتدي ريحه اللحمه حلوه. ماشي. بس انا عندي زوجي ما بيحبش القرفه في السليق، فاحنا نحط 2 من الحبهان، هنفتحهم بس كده ونحطهم. ماشي. أكلة بسيطة جدا هتتعمل وانتي واقفة، مش هتحسي بيها خالص. كل حاجة وانتي واقفة. نحط بقى ايه؟ 2 من الكباب الصيني. ماشي. 3 من القرنفل زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطهم في المية. ماشي. بس كده. هنعمل ايه تاني؟ هنحط بقى فلفل اسود. اللحمه لازم لها فلفل اسود، والملح ده يا جماعه في الاخر خالص لما اللحمه تستوي. اهو الفلفل الاسود يتحط اهو. فلفل اسود اهوت كده اهو. ونغطي بقى عليها، نغطي بقى عليها كده. طبعا لو عندك ورق اللورا هيستلم، انا ما عنديش بسرعه خالص. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل دلوقتي الرز. قلت لكم مش هنقف على اي حاجه. دلوقتي هنعمل مع بعض الرز. ماشي. هنولع كده على الحله ونشتغل. معلقه كده. هنحط بقى سمنه. انا بحب احط سمنه على زيت يا جماعه. الزيت السمنه بتدي طعم، الزيت بيفلفل الرز. ماشي. بيخليه كده مفلفل وحلو. هنحط بقى يا جماعه حبه زيت كده مع السمنه، عشان قلنا ان السمنه بتدي طعم حلو للرز، اما الزيت بيفلفل الرز. ماشي. هنحط على طول بقى كده ربع كيلو شعريه. انا بحب احط ربع كيلو شعريه مع نص كيلو من الرز، كده حلو يعني بصراحه. نقعد بقى نقلب كده فيها واحنا بنقلب، وهي بتتحمر كده بقى نغسل الرز. ماشي اهو. وهي بتتحمر كده ان شاء الله نغسل ايه؟ الرز. نحط عليها كده بس قبل ما نغسل الرز. اهو يا جماعه احنا بنحمر الرز زي ما انتم شايفين كده، بنحمر قصدي الشعريه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنبص هنا على الحله دي لسه، هنبص هنا هنلاقيها قلبت اهي. ماشي. هنوطي النار عليها
عشان ما تحطلهاش ميه وهي بتستوي. لو انت حطيت لها شربت الميه وحطيت لها ميه مش هتستوي معاكي، هتاخد وقت كبير قوي على النار. اما تحطي عليها النار بتستوي براحتها وهتبقى حلوه، بس انت ما تسيبيهاش لما تاكليها ليه تبقى ايه يعني يعني ناقصه شويه عشان لسه هتحطها في الصلصه مع اللحمه. ها ماشي. ادي اهو كله واحنا واقفين بنعمل كل حاجه واحنا واقفين اهو. اهو هنحمر بقى الشعريه حلو. زي ما انتم شايفين كده. نفضل نقلب فيها لحد ما تجينا الدرجه اللي احنا ايه عايزينها في التحمير. ماشي. ثواني انت واقفه تخلصي اكلك مش هياخد معاك اي حاجه اهو. نبص على الميه هنا برضو. لا لسه ما نستعجلش لسه اهو. ماشي اهو. طبعا احنا غاسلين الرز وراكنينه جنبنا، بس ايه لان الشعريه ما بتاخدش وقت. ماشي. الشعريه ما بتاخدش وقت يا جماعه خالص في التحمير، تتحمر على طول اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده اصفرت شويه. انا محتاج عليها كمان سنه اهو. انتوا شايفين كده اهو. الشعريه اهي اتحمرت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب نص كيلو رز اللي احنا غسلناه وسبناه كويس من الميه. ماشي. لازم يتغسل كويس قوي من الميه. ماشي اهو. هنقلبه كده مع بعض كده اهو. ماشي اهو اهو. طبعا دي اكله بسيطه جدا، يعني ممكن اي عروسه خصوصا الجوازه جديد وحابه تعملها مش هتاخد معاكي اي وقت. وفي يعني فراخ برده بطريقه حلوه قوي مميزه هبقى اعملها لكم في مره. حلوه قوي ما بتاخدش وقت خالص، ما بتاخدش وقت اصلا. حلوه يعني بلته حلوه وطعمها بيبقى جميل. ماشي اهو. في على فكره طرق كتير للحمه عشان هي تفرق، بس طرق كتير جدا للحمه هتست وطعم وريحه وحاجه مميزه كمان ان شاء الله. بقول له هعملها معاكم المرات الجايه ان شاء الله اهو. بص برضه على الميه عشان نحط اللحمه. ها ابتدت تغلي اهو. هنحط بقى هنا ايه بقى؟ هنحط الملح بتاع الرز. نحط مع بعض ملح الرز اهو يا جماعه. الملح اهو. نحط بقى التحقيقه بتاعت الرز. ماشي اهو. هتقولي لي انت هتسويه دلوقتي؟ اقول لك لا. امال انت بتعمليه دلوقتي مش هيبوظ لما تركنيه كده؟ اقول لك لا، انت ما تعمليه تشوحيه وتركنيه مش هيجرى له اي حاجه. حتى لو حبيتي تعمليه تاني يوم وهو متشوح كده، بس المهم ان انت تشوحيه كويس قوي. يبقى بالبلدي كده عندنا زي ما بنقول في الفلاحين يشخلل في الحله، يبقى ليه صوت كده وانت ايه في التشويح كده يشخلل معاكي كده في الحله. ماشي. وقعدتيه تاني يوم ولا اي حاجه تزوديه وتعمليه. طبعا هنا الميه بتاعه اللحمه عملت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب اللحمه نحطها، بس انا قبل ما احطها في الميه هديها شطفه تحت الحنفيه. اللحمه ما بتتغسلش، انا بشطفها شطفه سريعه عشان خاطر انا جايباها من عند الجزار، وكمان انا كنت حطاها في الديب فريزر عندي. ماشي. انا كنت عامله التفريزات بتاعتي اللي بعملها كل شهر
قبل ما اعمل القناه ان شاء الله ان شاء الله الشهر الجاي هنعمل مع بعض تفريزات حلوه، وهقولك ازاي تطلعي وجبات كتير حلوه تكفيكوا طول الشهر، وما تحتاجيش ان انت تنزلي تجيبي ولا لحمه ولا فراخ من تحت كده. الرز بتاعنا خلص، هنطفي عليه ماشي. هنحط المعلقه كده يا بنات عشان يحجب عشان بس الرز ما يعرقش، ونعمل كده نقارب كده الغطا. هنيجي نعمل ايه هنا بقى دلوقتي؟ احنا قلنا هندي شطفه سريعه للحمه تحت الحنفيه، يا دوبك مسافه ما تنزليها كده وتطلعيها كده على طول. طبعا انا عندي اللحمه ما فكتش، اللحمه عندي لسه مجمده ماشي. انا قلت اللحمه دي بلدي يا جماعه مش مجمده، هي عشان كانت محطوطه في الديب فريزر، وهننزلها كده في الميه ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنغطي عليها ماشي، تقلب يعني تغلي غلوتين 3، وهنوطي عليها النار. ليه بقى يا ام ياسين؟ علشان انت لو سبتي عليها النار عاليه اللحمه هتشرب الميه، ومهما تحطي فيها ميه مش هتتسلق معاكي، يعني هتبقى زي ما هي، هتغيب معاكي في السوا. انما انت طول ما انت مهديه عليها النار الشوربه بتاعتها اولا هتبقى زي ما هي، تاني حاجه هتستوي معاكي وهتبقى حلوه ماشي، وهتشربي منها شوربه حلوه قوي. استنوني بقى ان شاء الله لما هرجع لكم تاني لما اللوبيا ان شاء الله تستوي، ونوطي مع بعض على اللحمه واعرفكم ازاي توطوا عليها. استنوني. ايه اللحمه هي غليت ماشي. هنعمل ايه؟ غليت مع بعض. هنوطي ازاي يا ياسين؟ هنيجي بقى هنا كده، بصوا هنهدي عليها خالص، هنهدي عليها كده. شفتوا يا جماعه تحت كده متهدي عليها خالص ازاي؟ تهدي عليها خالص ازاي علشان ايه كده تستوي. هنعمل ايه بقى؟ هنروح مغطيين عليها ماشي. واحنا خلاص هدينا على اللحمه، هنعمل بقى كده ايه الصلصه بتاعت اللوبيا. مش عايزين نقف على اي حاجه خالص يا جماعه، لا يبقى اكلنا كله يخلص في وقت ايه قياسي واحنا واقفين. هنعمل ايه؟ معانا بصلايه ماشي، معانا بصلايه ماشي، هنقشرها زي كده، هننضفها يعني ماشي. هننضف البصلايه كويس وهنغسلها فين؟ تحت الحنفيه كويس. نشيل بس الحته دي كده الصفرة دي، طبعا ده البصل اللي هو الابيض الجديد انتوا عارفين طبعا اهو. هنشيل بس الحته الصفرة دي اللي هي عامله زي القشره دي كده اهو ماشي اهو ماشي ماشي. هنيجي بقى نغسلها هنا تحت الحوض، هنغسلها كويس قوي تحت الحوض ماشي. هنيجي هنا هنعمل ايه؟ نروح نخرطها بقى بالسكينه كده اهو. هنقطعها ناعم، لو انت عايزه تعمليها في الكبه براحتك، بس هي مش مستاهله كبه، هي صغننه خالص مش مستاهله ماشي. اهي نقطعها حاجه صغننه كده صغيره زي ما احنا شايفين كده والايه بنقطعها حتت صغيره ماشي اهو اهو يا جماعه. طبعا الحته دي حتت صغننه كده يا جماعه ماشي، خرطت حتت صغيره. كنا زمان ما كانش فيه كبه، خالص نهائي، كنا بنعمل البصل ده كله على ايدينا كده ونخرطه ناعم قوي، يعني ممكن ما تشوفوش اصلا في الحله اهو. هنحط ايه بقى هنا؟ هنحط هنا معلقه سمنه مش كبيره قوي، معلقه كده اهو ماشي. السمنه ماشي. هنحط برده سنه من زيت صغيره، وانا بحب اطبخ يا جماعه بسمنه على زيت اذا كان في رز او في طبيخ اهو. هنولع بقى عليها النار اهو انا ما بحبش احمر البصلايه، انا بحب اشوحها وانزل عليها بالطماطم ماشي اهو. اشوح كده البصل، انا بحب اشوحه، ما بحبش ولا احمره ولا اصفره في الاكل، يا دوبك يتبل كده عشان بحس ان الاكل ميت اهو يا جماعه.
اهو في الاكل كده بحس ان هو نايم نايم. ماشي. هنيجي هنا بقى، عايزه استنى بس عليها شويه صغيرين. هتقولي لي ايه ده يا ام ياسين انت عامله القوطه في المكعبات بتاعت التلج؟ اقول لك تبقى سهله جدا ما تيجي تطلعيها. ماشي. يعني هي انا كان فايض عندي حبه قوطه فحطيتهم في المكعبات. هو كل ما بيصير عندي قوطه بحطهم، بس انا بعمل قوطه بالصلصه بحطها في المكعبات زي كده واروح مطلعاها حطها في كيس. اجيب مكعب 2 3 للاكل واشيل الباقي. هي بتبقى حلوه جدا يعني. اهو اهو بس كده. ولو انا شايفه ان هي عايزه تاني هحط. بس انا عندي قوطه حمرا كده ما شاء الله اهي زي ما انتم شايفين كده. ماشي اهو. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط عليها غطا. ماشي. وايه وهسيبها ايه لما القوطه تفك وكده وهنشوفها هتحتاج تاني ولا لا. لو احتاجت تاني هنحط لها ايه، هنحط لها كمان مكعبين او لا. طبعا عشان هنطلع عاملين ربع كيلو من اللوبيا فهنشوف دي هتكفيها ولا لا. بصوا اللحمه اهي. انا عليت سنه صغيره، عليت سنه صغيره يا جماعه. ماشي. سنه صغيره خالص. كل واحد على حسب فرنه. سنه صغيره اهي. اللحمه اهي. نوصي بقى عندي نوصي عليها. هنبص برضه هنا على اللوبيا شوف اخبارها ايه اهي. بصوا السلق اهي. ما تعليش عليها النار، خلي النار عليها وسط علشان لو عليتي عليها النار هتشرب منك الميه وهتضطري ان انت تحطي لها ميه. يا اما تحطي لها ميه سخنه دي احسن حل. اوعي تحطي ميه ساقعه، الميه الساقعه هتخليها ما تستويش معاكي كده. انا حاسه ان القوطه دي مش هتعمل حاجه. فهنعمل ايه؟ هنحط كمان مكعبين للايه للقوطه بس كده. سهله سهله جدا بسيطه اهي. بس كده. هنحط بقى هنا ايه بقى. انا بحب احط مكعبات هنا الماجي. ماشي. بس هنعمل عليها مقاطعه يعني، بس انا عشان عندي فاستخدمها. انما بعد ما تخلص هنعمل عليها مقاطعه. في حاجات مصريه جميله حلوه هنجيبها ان شاء الله وهنستعملها. هنحط بقى الفلفل الاسود معايا. ماشي. هنحط فلفل اسود اهو. ماشي. بصوا يا جماعه انا كل ده بجهز الصلصه بتاعه اللوبيا ليه. عشان اللوبيا اول ما اصفيها هروح احطها هنا. هروح احطها هنا فين؟ في الصلصه. ماشي. وما اللحمه تستوي ان شاء الله اروح برضو احطها مع اللوبيا تاخد من طعم الصلصه وتاخد من طعم اللوبيا هتبقى حلوه جدا. احنا بنحبها كده. انا بعملها بطريقه تانية بس النهارده عملتها لكم بابسط طريقه. والطريقه التانية برضو سهله جدا. بتطلعي اللحمه بعد ما بتستوي بتشوحيها مع البصل وتحطي عليها القوطه وتسيبيها هي تتسبك في قلب القوطه تشرب من طعم القوطه. بعد كده بتحطي عليها اللوبيا. دي الطريقه التانية بتاعتي اللي انا بعمل بيها اللوبيا. فانا هستناكم ان شاء الله. هي كده خلاص الصلصه هي اصلا متسبكه. هطفي عليها لما تفك الكام مكعبين دول يفكوا وهستناكم ان شاء الله لما اللوبيا تستوي ونحطها مع بعض ان شاء الله في الصلصه. استنوني. ودلوقتي يا جماعه هنشوف اللوبيا مع بعض اهيت. هنكشف عليها كده. انا بصراحه شفتها قبل ما ارجع لكم يعني. اهي اهيت اهي. هي مستوتش قوي بس حلوه. ماشي. ابني بيقول يا ماما هاتي لازم يدوق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنصفيه وبنوتي برضه. يلا احنا ملناش اللي هما في الاول وفي الاخر بنعمل لهم هما الاكل. نيجي بقى هنا عشان نصفيها. ماشي. عندنا هنا المصفى نحطها في الطول. ماشي بتاعنا كده. وهنيجي كده بالميه كده. بسم الله الله اكبر. لازم قبل ما نحط الميه نقول بسم الله الله اكبر. نسمي يا جماعه. بسم الله الله اكبر اهو.
وهنديها شطه ماشي اهو. نديها شطه كده تحت الحنفيه، انا بحب اشطفها بصراحه اهو اهو. وشطفناها بقت حلوه وجميله وزي الفل ماشي. هنولع بقى على الحله اللي احنا حطينا عليها بتاعت ايه الصلصه ماشي. بس هرجعها واحده اهو. دي حله الصلصه. شفتوا بقى اما بنعمل كله مع بعضه كده بننجز ازاي اهو. هنيجي بقى اللوبيا دي اللي احنا لسه مصفينها هنحطها كده، مش هتاخد معاكي اي حاجه، اكله بسيطه ما خدتش معاكي اي حاجه اهو. طبعا احنا ما حطيناش الملح لسه ماشي. هنحط بس مش دلوقتي، ما تنسوش ان احنا لسه هنحط لحمه ماشي. هنيجي هنا بقى ناخد ايه حبه شوربه من هنا نحطها ايه على اللوبيا ماشي اهو. اهوت يا جماعه حبه شوربه كده حلوين كده. هتقولي لي اللحمه لسه ما استوتش، بس اللحمه عملت شوربه يا جماعه حلوه. يعني بصوا اللحمه بتاعتنا حمراء وجميله ازاي، اللحمه بتاعتنا حمراء وحلوه ازاي بسم الله ما شاء الله اهوت. هنسيبها بقى تاخد وتدي مع اللوبيا كده بشكل ودي ماشي. نحط كمان شويه صغيرين ماشي اهو. كنت هنسى واحط المعلقه بتاعت اللحمه اهو ماشي اهو. نسيبها ايه تاخد وتدي مع ايه مع الصلصه. وبعد من كده هنطفي عليها، هي غلوه واحده بس ونطفي عليها علشان خاطر ايه لسه هنحط اللحمه فيها كده. تعتبر كده استوت خلاص كده، اللوبيا تعتبر استوت، بس هتاخد غلوه واحده مع شويه الشوربه اللي احنا حطيناهم مع مكعب المرقه اللي احنا حطيناه مع الصلصه في الاول. وبعد كده نروح طافين عليها ونستنى لما اللحمه بتاعتنا تكون مستويه، نسقط اللحمه في قلب اللوبيا ونديها برده كمان غرفتين شوربه، ونديها برده غلوتين كده ولا حاجه ونطفي عليه. يبقى كده اكلنا كله خلصان. والرز بتاعنا نزوده وهنقدمه لكم ان شاء الله بعد شويه، استنوني. دلوقتي يا جماعه اللحمه استوت اهي. فهنعمل ايه هنولع كده على اللوبيا وهنروح ايه بقى حاطين اللحمه في اللوبيا اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهو اهوت. اللحمه بتاعتنا اهي ماشي اهي. طبعا احنا هنزودها شوربه من دي. شوفي بقى منظر الشوربه عامل ازاي، جميله وحلوه ازاي، عشان انت ما عليتيش عليها النار، هتديشي عليها النار زي ما انا قلت لك، تاخدي منها احلى شوربه وتشربي منها احلى شوربه اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله، جميله. هنعمل ايه بقى دلوقتي هنحط الرز يستوي. طب الرز بتاعنا دوت ايه اخباره هنزوده ازاي؟ كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه. طب انت عندك هنا نص كيلو من الرز وربع كيلو شعريه ماشي. هتعايري بقى شوفي الرز عندك شوفي النص كيلو رز عندك قد ايه وعايري على اساسه الميه، وشوفي الشعريه عشان انت هتزودي ميه على الرز، يعني كمان ميه على الرز. بس انا عشان انا واخده على كده فانا عارفه المعيار بتاع الرز بتاعي قد ايه. هو فوق ما بتزودي الرز كده بنص صباع كده يعني، هو ده التزويد بتاعه ماشي. هنحط هنا بقى ايه بقى على اللوبيا عشان ما تعملش انتفاخات بقى وكده. هنحط عليها كمون، هنحط بقى عليها كمون والملح ماشي. هنجيب الكمون والملح ونحط دلوقتي يا جماعه الكمون اهو. هنحط حبه كمون ماشي، وهنحط اهو. طبعا احنا ما حطيناش ملح للحمه، فده من اللحمه وللوبيا. ما تنسوش ان اللوبيا احنا حاطين فيها ايه، حاطين فيها اللهم صل على النبي، حاطين فيها مكعب مرقه. احنا هندوق كده ونشوف. لا جميله مش محتاجه اي حاجه خالص
ماشي. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا طبعا خلاص هنطفي على دي بقى، بس كده نعملها كده. ماشي. هنعمل ايه بقى؟ هننقل بقى حالة اللحمة دي اليمة دي كده على الرخامة، وهناخد حلة الرز. طبعا انا لقيت هنا ايه؟ هي عايزة قاعدة تاني بقى كده خفيفة. لا قاعدة كده عادي مش كده. هو هيعمل مع اللوبيا عادي حلو. ماشي. هنا بقى الرز بتاعنا اهو. بصوا عشان احنا زي ما بنقول في الفلاحين مشخلينه في الحله او احنا مشوحينه مخلينه بقى ايه انه ما شاء الله. بصوا في صوب بيعمل صوب في الحله، ممكن تعملي كده في صوب. ماشي. طب انت هتزوديه ميه سخنه يا ياسين؟ هقول لك في ناس بتزودوا ميه سخنه، بس انا بزوده من الحنفيه عادي ما بيجرالوش اي حاجه. ماشي اهو. وهنجيب ايه؟ ميه. هنجيب ميه من الحنفيه عادي اهوت. اهوت. انا طبعا عشان عارفه المقدار بتاع الرز. انت عايري بالكوبايه، لو انت ما تعرفيش عايري بالكوبايه. كل كوبايه رز مصري عليها كوبايه ميه. طبعا احنا كلنا شطار وبنعرف نقف في المطبخ، مش محتاجين ان حد يقول لنا حاجه، بس برضه احنا كلنا بنتعلم من بعض. اهو صغيره. ماشي. نحط بقى ايه؟ معيار الملح. ماشي. هنحط ايه؟ معيار الملح. حلو. مش محتاجه ملح ومش محتاجه ايه كده خلاص. ماشي. دي طبعا هنظبط بيها الحله كده اهو. ماشي اهو. ماشي. نيجي بقى هنا هنغطي. ماشي اهو. وهنشوف اللوبيا مع بعض تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بقى جميلة 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 جميلة. ماشي. ما تقلقش من المكعب اللي احنا حاطيناه دوت اللي هو بتاع القوطة ده عادي. ماشي. ده هي اصلا متسبكة. ماشي. هي اصلا متسبكة، هي مسافة بس ما تنزل بس كده هتفكه عادي. ماشي اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الاكل حلو جميل وما خدش معاكي وقت. لو انت جبتي عملتي كله حطيتي دي الحله دي على العين والحله دي على العين مش هتاخد معاكي اي وقت. يعني مثلا حله الرز على العين، حله اللوبيا على العين. مثلا انت مش هتعملي مثلا لحمه تعملي فراخ، حله الفراخ مثلا او صينيه الفراخ على العين. ماشي. كله بتعمليها في الفرن. ماشي. مش هياخدوا معاكي الاكل اي حاجه اي وقت، مش هياخد معاكي ساعه بالكتير، او يوم ما تقولي انت نص ساعه، مش هقول ساعه، يوم ما تقولي ان انت خدتي وقت يبقى ساعه. ماشي. دلوقتي هرجع لكم تاني. دلوقتي هندفع اللوبيا خلاص، هي خلاص كده استوت، مش محتاجه اي حاجه خالص. الرز بتاعنا ان شاء الله هو اللي احنا هنستنى هوطي عليه وهنقويه مع بعض. ماشي. وهرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه الرز عايز بقى كده يتوط عليه. ماشي. هنوطي عليه ونغطي كده ونوطي. ماشي كده كده. ماشي. هنوطي كده. ده كده هيبقى هنسيبه بقى يستوي. هنسيبه بقى يستوي على النار، على نار هاديه كده. وبعد ما يستوي اوريهولكم ان شاء الله. ومستنيين ايه ده بدأت دلوقتي يا جماعه. الرز اهو هنشوف عليه. الرز بتاعنا اهو استوى بقى زي الفل ومفلفل وجميل ازاي. بسم الله ما شاء الله.
اهو. يبقى ده كان اكلنا النهارده. كان اكلنا النهارده ايه؟ كان اكلنا النهارده لوبيا، فهي معموله باللحمه. لوبيا هي معموله باللحمه ماشي، هي مع الرز ماشي. وهي دي كانت اكلتنا النهارده. واتمنى من ربنا يكون يعني انا كنت ضيفه خفيفه عليكم، واذا كنت افدتكم باي معلومه ماشي. ما تنسوش بقى باللايك وبالشير واشتراك في القناه. مع السلامه.